عباد الله، فإن من الأمور المستقرة والحقائق المتقررة عند أهل الإسلام أن هذه الدنيا دار فناء لا بقى لها ولأهلها، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنها بقوله جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. وما هذه الحياة الدنيا إلا متاع، والمتاع هو الشيء الزائل. وهكذا يقول جل وعلا: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ويقول جل وعلا: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. واللبيب العاقل هو الذي يتخذ هذه الحياة الدنيا مطية يركبها للوصول إلى الدار الآخرة، ومزرعة يزرع فيها البذرة الطيبة ليجنيها يوم المعاد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي هذا اليوم المبارك نتذاكر أمرا يغفل عنه كثير من الناس، وفي الغفلة عنه ضرر عظيم، وفي الغفلة وبالغفلة حصل شر مستطير معشر المسلمين. فما ارتكب الصعب والذلول، وارتكبت المعاصي، وانتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى، وفعلت الجرائم إلا بسبب الغفلة عن هذا الذي سيكون التذكير فيه. نعم معشر المسلمين، فما قتل من قتل إلا للغفلة، وما سرق من سرق إلا للغفلة عن ذلك، وما قطع الطريق من قطع، وارتشى من ارتشى، وراب من راب إلا بسبب الغفلة عن هذا الأمر العظيم الجلل الذي ذكر الله جل وعلا به في آي كثيرة من كتابه. هذا الأمر معشر المسلمين هو اليوم الآخر، هو اليوم الآخر الذي يغفل عنه كثير من الناس، ويحصل بالغفلة من الضرر عليهم ما يحصل. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يخبر الله جل وعلا ويذكر العباد بهذا اليوم العظيم، بيوم المآب ويوم الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ويوم الوقوف بين يديه جل وعلا، ويوم الجزاء على الأعمال، يوم الجزاء على الأعمال، ويوم المآب إلى الله سبحانه وتعالى، والوقوف بين يديه. وكم من الآي التي يذكر الله سبحانه وتعالى بالمآب فيها وبالرجوع فيها: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فالمآب إلى الله والحساب على الله جل وعلا. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين.